لما اجي اقول قدامك جرافيك ديزاينر، ايه اول حاجة بتيجي في بالك؟ ده فنان، ده بيكسب فلوس، ده شغله مرتاح، ده قاعد بيرسم. طب لو قلت لك بقى فكر شوية، هو ايه مجال الجرافيك ده؟ الوان، صور، تركيبات مع بعض. بعد ما سألتك السؤالين دول، حاول دلوقتي تبص للتعريفين دول من زاوية مختلفة. حاول تفكر، هو الديزاينر فعلا مرتاح؟ هو الديزاينر ده بيكسب فلوس بسهولة كده؟ طيب هو الجرافيك مجرد ألوان وصور جنب بعض؟ لو بصيت في البايو عندنا هتلاقينا مجاوبينك بكل سهولة بجملة واحدة: مجال الجرافيك بحر يا صاحبي. محتاج انت بقى تعوم في كل قسم من أقسامه، محتاج تعرف عليه بشكله المختلف. لو انت كمان بتعوم فيه هتلاقي الإجابة على الأسئلة دي كلها. هتعرف إن الديزاينر يحتاج سنين ويحتاج يدي من وقته ومجهوده عشان يقدر يوصل لبر الأمان من غير ما يغرق. وطبعا زي ما مجال الجرافيك بحر، احنا بقى جايين نعلمك العوم في البحر ده، وده أكيد هيحصل في حلقة النهاردة من مشاكل جرافيك. وزي ما قلنا في الانترو ان مجال الجرافيك واسع، وجرافيك ديزاينر ده ليه تعريف خاص بيه. فاحنا النهارده في الحلقه هنتكلم عن النقطتين دول، بس طبعا هنتكلم عنهم بطريقتنا المعتاده. بس في الاول يعني اسمها ايه، ارحب بيك. أرحّب بيك، إحنا بنتلخبط من أولها، أرحّب بيك، أنا مش محتاج تعريف بقى ولا محتاج ترحيب، إحنا بقينا أصحاب مكان معلش، خلاص. النهارده يوم حر شويه فتلاقينا مش متظبطين، بس الجو فعادي يعني. نار يعني، إحنا طافيين التكييف عند هاجر، فهاجر طافية التكييف عندها، فالدنيا بايظة. يعني إحنا أصلًا ماشي. شغالين بمروحة مكتب، فربنا ييسّر لِك الحال إن شاء الله يا هاجر، يا ونجيب رب. تكييف زيِّك. ايه الاخبار؟ عامل ايه والله واخبارك الحمد ايه؟ لله، أنتِ إيه أخبارِك أنتِ بعد الحلقة الأخيرة بتاعة المونتاج ومش عارف إيه، وقصة كفاحِك؟ آه، قصة كفاحي فعلًا. والله أنا لمّا سمعتها أصلًا اللي هو قُلت ربنا يكون في عون الناس اللي بتسمع بجد، عشان إمم، حاسة إن أنا رغيتِ هم كتير؟ لو فرض عليهم اللي هو اسمعوا أنا عملت إيه في حياتي، يعني ما عندهمش option إنهم يسمعوا حاجة تانية. لا، 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 هي كانت حلقة لذيذة والله بصراحة وكانت يعني كانت حلوة، كانت ممتعة بالنسبة لي، واستفدنا معلومات تبادل الأدوار ده كان تحفة بصراحة. شُفت وإيه؟ أنا لمّا رجعت تبادل الأدوار ده كان تحفة. شُفت أنا لمّا رجعت للدور بتاعي تاني، لأ مش قادرة أتأقلم هنا خلاص. لأ إحنا اتعودنا خلاص إن إحنا نبقى ضيوف، والله إيه. لا فُكِّك من بس الكلام ده، إحنا عمرنا ما طب خلاص هنستغنى أنتم عنِّك يا أستاذة هاجر، صح، صح. أستاذة هاجر طب يعني مشكِّل جرافيك يعني هاجر، هاجر يعني مشكِّل جرافيك، ماشي، ما هو ده تثبيت يا جماعة، عشان إحنا أيوه لخبطنا في الكلام قبل التسجيل، فبنحاول نلحق نفسنا دلوقتي. الحمد طيب لله. بما إنك أنت الضيف، فأنا عندي أسئلة كتير، ما وبما أنا إنك مش أنت مش ضيف سألتني يعني لا ما تاخديهاش بقى من موضوع ضيف ومش اللي هو إحنا أنت اللي هتتسأل، أنت اللي أنا اللي عليك الدور. هاتسأل، آه. ماشي. وبما إن في حاجات الحلقة اللي فاتت أنت سألتها لي يعني إن أنت حابب إن أنت تعرفها برضه، في حاجات أنا حابة أعرفها، إمم، فدي هتبقى أسئلة مني أنا إن أنا أعرفها يعني. ماشي. أولًا هو أنت بقى لك قد إيه أصلًا في المجال؟ يعني بقى لك قد إيه graphic designer بعيدًا بقى عن المحاضرة، عن أي حاجة تانية بتعملها؟ كاحتراف بقى والّا كهواة؟ يعني يعني خلّينا نقول من أول ما بدأت اللي هو تشتغل فعلي بقى، مش اللي هو الحاجات الصغيرة اللي كانت بتتعمل في الأول. يعني بدأت إن أنا أشتغل فعلي بقى لي تقريبًا كده 5 سنين، يعني مش كبيرة أوي، مدة مش كبيرة أوي، بس يعني هو 5 بالضبط سنين 5 سنين 5 شهور. إمم. 5 إيه؟ 5 سنين مقابل 5 شهور. مقابل 5 شهور بتوع إيه دول؟ بتوع بتوعِك أنتِ أنا لأ هو بالضبط يعني لو إحنا حسبناها بالضبط هتلاقيها 5 سنين بالضبط طب أنت قبل ما تدخل أصلًا مجال إمم، الجرافيك، لمّا عرفت إن في حاجة اسمها جرافيك، أنت دلوقتي أنا قُلت في الintro إمم. إن في إن إحنا بنبُص لهم بمنظور، ولمّا بندخل فيهم شوية ونتعمق أو نعوم في البحر بتاع الجرافيك بنعرف حاجات تانية. أنت بقى قبل ما تدخل العالم ده كله، أنت كنت فاكر إيه في الأول؟ موضوع الجرافيك ده إيه؟ بس بصراحة يعني إحنا عادي، ما فاكره بتاع فلوس والّا فاكره إيه؟ بُصّي هاقول لِك على حاجة، هو أنا بدايتي أصلًا في الفوتوشوب كانت وأنا تقريبًا في تانية إعدادي أو أولى إعدادي، كان عندي جهاز كده جهاز كمبيوتر يعني أيام ما كان بيتقال عليه كمبيوتر وماوس أو فارة وكيبورد أو لوحة إمم، مفاتيح، إمم. وساعتها كنت مسطّب تقريبًا CS5 أنا ممكن قُلت الكلام ده في حلقة قبل كده، بس أول شِلت حلقة. تقريبًا شِلت راسي وحطيتها على جسم بيكهام، كان عندي صورة كده لبيكهام كنت حاططها
خلفية للديسكتوب عندي، وشِلت أنا راسي أنا وحطيتها على جسم بيكهام، وكانت شكلها حلو أوي. وأنا ما أعرفش آه، يعني إيه مثلًا أنا ما أعرفش الفوتوشوب ده، أنا أعرفه إن هو بيعدِّل على الصور. أي حاجة مثلًا كانت بتتقال اللي هو مثلًا الصورة ديّة ممكن ياخدك يحط يعملها لك فوتوشوب ومش عارف إيه. فوتوشوب ده بالنسبة لي اللي هو كان إيه، كان سحر. أي صورة ملعوب فيها فوتوشوب، أي حاجة فوتوشوب. ولا أعرف بقى إمم، graphic designer يعني إيه، ولا مصمم جرافيك يعني إيه، ولا أعرف أصلًا إن دي شغلانة. أنتِ إمم، متخيلة؟ واحدة، إمم، واحدة ثانوية عامة وسحلة ثانوية عامة، وبعدين الكلية، وبعدين بقى برمجة وبتاع ومش عارف إيه، فمعانا لاب، فابتديت إن أنا أسطّب عليه الفوتوشوب وأدخل وأشوف وكورس ومش كورس. بس كون إن أنا أعرف إن في graphic designer كمسمى وظيفي وإن هو يشتغل أو كده ويكسب فلوس، لأ. ما كنتش حاططها في دماغي زي مثلًا الناس اليومين دول، إن هو أنا عايز أتعلّم graphic design أو أبقى designer علشان أشتغل وبيجيب فلوس كتير. أنا والله ما كان في دماغي خالص. أنتِ فاهماني إمم، إزاي؟ يعني أنا أول ما ابتديت إن أنا أتعلّم، أنا كنت باتعلّمه حُبًا بس شغف كده، إنّما أنا علشان آخده كشغل ليّا أبدًا. حلو ده. حلو. يعني في الأول خالص الموضوع ما كانش مادي، فدي حاجة كويسة. الحمد لله. يعني هنخلّيك تستمر فيه حتى لو ما بيكسبش فلوس وما خدتش أيوه. منه جنيه هتستمر فيه. لأ فُكِّك إحنا دلوقتي إحنا دلوقتي مطلوب مننا إحنا لازم نشتغل، سواء حابّه مش حابّه، أنت ما ده المجال اللي أنت اخترته فدوس فيه. بس أنا فعلًا أنا كنت باني علاقتي بالجرافيك والفوتوشوب وكده، إن أنا مش واخده كمصدر دخل ليّا، فأنا كمّلت فيه حُبًا يعني. بس هو دلوقتي لأ طبعًا، طيب أنت ما ينفعش إن أنت بقى إيه، تتراجع عن موقفك ده. ما خلاص 5 سنين أنت وصلت يعني أنت دخلت جوّه بقى في الأعماق، مش أنا هينفع إن أنت غوّطت، مش هينفع إن أنا تطلع أرجع. تاني. أنا وصلت أنا لحقت البراميل. نفسي، أنا لحقت نفسي رجعت الشط تاني خلاص مش عايزة لأ يا أكمّل شيخة ما معاكم. تقوليش كده، إن شاء الله نجيبِك تاني، ما تقلقيش. طيب هو في حاجات مفاهيم مثلًا معيّنة أنت كنت فاكرها عن المجال ده أو عن الgraphic designer في الأول واتصحّحت لمّا دخلت يعني مثلًا أنا ما كنتش واخدة في بالي خالص إن أنتم بتتعبوا أوي للدرجة دي، أو إن الdesign بيحتاج وقت طويل ومجهود وحاجات كتير أوي بتتعمل، إن أنت ممكن تشتغل على كذا برنامج عشان تطلّع design معيّن أو كذا بالضبط، برنامج يخدموا عليك. بالضبط. أنا بقى ما كنتش متخيّلة الموضوع ده خالص، وأنا أصلًا كنت فاكرة إن الgraphic ده عبارة عن Photoshop بس، أنا ما أعرفش Illustrator وما أعرفش InDesign، ما إمم. أعرفش أي حاجة خالص. في حاجات أنت برضه كنت متخيّلها قبل، ولمّا دخلت بقى لقيت لأ، ده الدنيا مثلًا صعبة، ده الدنيا شاقة، ده كذا، ده طلع في دنيا تانية غير اللي متخيّلها وهكذا يعني؟ يعني تقريبًا نفس رؤيتِك كده أو نفس وجهة نظرِك عن اللي أنتِ كوّنتيها عن الجرافيك. أنا بالنسبة لي يعني كنت مكوّن وجهة نظر كده إن كل حاجة بتتعمل بالفوتوشوب، كل حاجة وأي حاجة، إمم، ماشي. لحد بقى ما تعمقنا شوية وعرفنا إن زي ما أنت قُلت كده في illustrator، في InDesign، في Premiere، After، في برامج كتير تبع شركة Adobe. وواحدة، واحدة بتبتدي إن أنت تعرف إن في تخصصات، علشان تدوس في المجال المعيّن لازم تتعلم برامج معيّنة وتبتدي إن أنت تتفرّج على فيديوهات معيّنة. فالخطأ اللي كان عند معظم الناس اللي هو كgraphic designer هو بالنسبة له الفوتوشوب. لمّا بيدخل جوّه بقى بيلاقي فيه معمعة، بيلاقي فيه بلاوي. غير كده وكده زي ما أنتِ قُلتِ برضه نقطة حلوة، اللي هو الdesign علشان يطلع هو بيعدّي بprocess كده كتيرة عشان تطلّع فكرة design. موضوع إن إمم، مثلًا إن أنت عشان تطلّع design، أنا كان في دماغي إن أنت المفروض يجيب لك تصميم أو شكل ويقول لك قلّده أو اعمل زيه. لأ، الموضوع ما طلعش كده. ده أنت كل مرّة بتصمم فيها لازم إن التصميم بتاعك يطلع مختلف عن المرّة اللي قبلها، مختلف عن آلاف بل ملايين بل مليارات المصممين اللي شغالين في نفس المجال. أنتِ متخيّلة؟ إمم. فكل دي حاجات اتضبّطت معايا لمّا ابتدينا إن إحنا نتعمّق أكتر وأكتر، أو زي ما باقول لِك كده إن إحنا إيه، ندوس في الموضوع ويبقى زي شغل لينا يعني. طيب أنت قُلت حاجة مهمة أوي، أنت قُلت حتّة إيه، إن كل ما أنت بتتعمّق وبتعرف أكتر، كل ما بتشوف التخصصات المختلفة، بتعرف تتعامل وهكذا يعني. إيه إمم. بقى دلوقتي أنا برضه دي نقطة أنا كنت عايزة أعرفها. الأول خالص أنت كنت بتكلّمنا في الcourse مرّة إن هي تخصصات، ناس متخصصة في السوشيال ميديا، ناس متخصصة في الطباعة وهكذا. أنا عايزة أعرف بقى إيه التخصصات، وهل لازم أصلًا الشخص يبقى شامل كده بيشتغل في كُلّه والّا يتخصص أحسن له والّا في الأول يتخصص وبعد يعني والّا إيه، يعني المفروض إيه اللي يحصل وإيه بُص التخصصات بتاعتها؟
هو في تخصصات كتير، يعني في مثلًا social media، في مطبوعات، في اللوجو، في الPremiere والAfter بقى الmotion، وفي إن أنت في هندسة صوتية أصلًا، ودي بعيدة عن الgraphic شوية، بس هي من ضمن الحزمة بتاعة Adobe اللي هو Adobe Audition. في عندك ال3D. كل دي حاجات، وممكن ندوس كمان في أكتر من كده، وكل حاجة بتشعّب من حاجة. ففي تخصصات كتيرة جدًا. طيب أنا دلوقتي لسه باتعلّم، هل إن أنا أتعلّم كل حاجة وبعدين أبقى أختار، والّا أركّز على هدفي على حاجة معيّنة؟ بُص، يعني أنا دايمًا باقولها للناس برضه إن أنت اتعلّم كل حاجة في الأول، مش هتخسر حاجة. دماغك هتكون مشتّتة شوية، بس أنت بتبتدي تحدد بعد كده إيه الحاجة اللي أنت هتدوس فيها، إيه الحاجة اللي أنت حاببها أكتر. طب هتعرفها منين؟ هاعرفها من قعدتي على البرنامج، من قعدتي كتيرة مثلًا على تخصُّص معيّن. يعني مثلًا في ناس بتيجي تاخد كورس، تبتدي فوتوشوب، وتبتدي illustrator، وتبتدي InDesign، بعد كده InDesign، بعد كده بتاخد مثلًا motion، بتاخد after effect، بتاخد premiere. خد 5 برامج. أنا هادوس في أنهي واحد فيهم؟ شوف اللي أنت حابه، أنت اتعلمت كل دول، أنهي تخصُّص فيهم أو أنهي برنامج بتشتغل عليه وشايف إن هو سهل وبتقضّي عليه فترات كبيرة أكتر من التاني. ده مثلًا الفوتوشوب إمم، حلو أوي، خلاص يبقى أنت معاك الأساسي بالنسبة لك الفوتوشوب. نبتدي بقى نشوف الحاجات اللي الفوتوشوب بيعملها. إمم. مثلًا السوشيال ميديا، الedit على الصور، دي تخصصات. ده أنا تخصُّص لوحده صح. مثلًا، فأنا آه. بابتدي إن أنا أركّز بقى على حاجة معيّنة، أشوف برضه أفرِد الفوتوشوب ممكن يعمل إيه، وأشوف الdesign اللي بيطلع عندي أنا مستمتع بيه والّا لأ، وأنا هادوس فيه والّا لأ. فدي حاجة برضه أنت بتبتدي تحدد هدفك. فأنت في البداية لطّش، هالطّش لحد ما ألاقي حاجة أمشي فيها. وساعات المجال مثلًا ممكن حاجة تسوقك، أو أنت تمشي كده لوحدك. يعني مثلًا وأنت في بدايتك وأنت شغال عمّال بتلطّش، ييجي لك حد تشتغل معاه، يقول لك أنا عايز حد مثلًا بيمنتج، وأنت لسه متعلم البريمير طازة وعلى قدّك. فابتديت إن أنت تدوس معاه، واحدة، واحدة إيدك خدت على البرنامج أكتر، واحدة، واحدة بديت تدخل أكتر، فالبرامج التانية بتتركن، البريمير مكمّل معاك، تدخّل معاه after شوية عشان تحريك مثلًا، تدخّل معاه Adobe Audition. فأنت دلوقتي بتدوس وماشي، ماشي لوحدك، ماشي لوحدك، ماشي لوحدك، وأنت ما أنت أُجبرت، أو إن أنت إيه، المجال ده هو اللي ساقك، فخبرتك بتبتدي إن هي تزيد فيه. فاهماني إزاي؟ أنت دلوقتي ما اخترتوش، بس هو اتفرض عليك، ولقيت إن هو هيكسّبك فلوس، وأنا ماشي، وأنا كده، كده داخل البرنامج أو داخل المجال ده أصلًا علشان الغرض المادي يُعتبر، الناس اللي لسه بتتعلّمه جديد. فلقيت حاجة زي كده، وأنا برضه من ضمن شغلي وأنا شغّال، ما هو مستمتع وأنا شغّال، فإيه المانع؟ دوس يا عم وكمّل، طالما أنا لقيت حاجة زي كده بقيت إن أنا أبدع فيها. والشغل هو اللي بينشّفك أكتر، يعني كل ما اشتغلت أكتر، كل ما دُست في البرامج دي أكتر، وكل ما الشغل بتاعك طلع كويس وبقيت professional أكتر. ماشي، بس أنا مش حاسة موضوع إن الواحد يكون يعني مثلًا أنا اتفرض عليَّ إن أنا إمم. أمنتج، فبالتالي اشتغلت على البريمير، فبالتالي ركنت كل الحاجات التانية على جنب. بس يعني مش حاسة إن في حد ممكن يتفرض عليه حاجة. يعني أنا مثلًا مش هاقول لك لأ اشتغل على البريمير أو منتج، فأنت بالتالي لمّا هتتسحل فيه هتسيب الفوتوشوب أو هتسيب الجرافيك. فهي مش عارفة، بس مش حاساها إجبار ما يعني، مش هي حاسة كل الفكرة واحد مش بيروح على حسب ما دماغه. هي مش إجبار، لأ، 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 هي إمم. مش إجبار. بس أنت دلوقتي يعني مثلًا أنتِ بتقولي أيام الكلية كنتِ شغالة على الPremiere، حلو. فأغلب الشغل بتاعِك على الPremiere. أنا دلوقتي في بيئة معيّنة بتتعامل ببرنامج معيّن، فطبيعي أكون ميّال ليه حتى لو مش حابه، هاكون ميّال ليه كشغل. أنتِ فاهماني؟ أنا في البيئة دي، فأنا خلاص اتطبّعت بطباع البرنامج، وخلاص فهمته وعرفته وبتاع ومش عارف إيه. حتى لمّا تيجي لي فرصة شغل، كَفّة الPremiere عندي أفضل. إعلانات الشغل كgraphic مع إنِّك أنتِ متعلّمة مثلًا Photoshop وIllustrator وInDesign، بس دلوقتي لو لقيتِ إعلانين، واحد Premiere وواحد مثلًا Photoshop، طالبين حد بيشتغل Premiere وطالبين حد بيشتغل Photoshop وIllustrator، أنتِ هتقدّمي على إيه؟ هو منطقي هاقدّم على البريمير. بالضبط، ما ده اللي أنا أقصده، إن أنا بس دلوقتي بقى إمم. ما علشان أنا هنرجع بقى حتّة إيه، أنا جرّبت ده وده وده وده، مع إن الجرافيك هو أنا مش يعني هي نقطة مش اللي هو out من حياتي خالص. بالعكس أنا كنت يعني وأنا باعمل أي design أو إن أنا باتعلّم في الcourse ده، أنا كنت حابة الموضوع وكنت الدنيا ماشية بالنسبة لي وكنت عايزة أتطوّر فيه وهكذا. بس بعد ما خلّصت لمّا لقيتني جرّبت ده وبعدين في مجال تاني أنا كنت مجرّباه،
لأ، ما لقيتش الاتنين، يعني أنا ما لقيتش عندي خُلق إن أنا أقعد أعمل design كتير لوقت طويل زي ما باعمل مثلًا في الPremiere، فأنا اللي اخترت أنا هاكمّل في إيه، يعني فاهم ماشي، قصدي؟ أنتِ دلوقتي جرّبتِ كذا مجال واخترتِ الحاجة اللي أنتِ بس هل أنتِ أنا السؤال بقى المهم دلوقتي، هل أنتِ اخترتِ الPremiere من البداية خالص والّا هو اتفرض عليكِ في الكلية؟ لأ، هو إحنا بقى نتكلّم عن الmontage بشكل عام، لأ، ده أنا اللي اخترته في الأول، بعد برضه ما جرّبت كذا حاجة، أنا كنت قايلة الحلقة اللي فاتت إمم، مثلًا إن أنا جرّبت تصوير، تقديم، كذا، 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 جرّبت كذا حاجات كتيرة أوي، جرّبت إعداد وكل الكلام ده، في الآخر خالص لأ، هو الmontage اللي أنا هاكمّل فيه، حتى بعد ما دخلت graphic أنا آخر حاجة خالص في الcourse آخر مرّة، أنا وقتها قُلت لك طَب أنا دلوقتي اتعلّمت Photoshop وIllustrator وInDesign ومعايا مثلًا عارفة Premiere مثلًا. إمم. دلوقتي أنا المفروض أعمل إيه، المفروض إن أنا أستفيد إزاي باللي أنا خدته، بس في نفس الوقت أنا مش عايزة أسيب الmontage، بس في نفس الوقت أنا مش عارفة طَب أنا كده الcourse اللي أنا خدته أنا مش هاكمّل في الgraphic، يعني أنا مش هادوس إن أنا مثلًا أبقى زيِّك في حتّة إن أنا خلاص لأ graphic designer بحت كده أنا مش هاعمل كده. فأنت وقتها قُلت لي إن أنتِ ممكن تستفيدي فيه مرّة كده، اللي هو لو عايزة تخدّمي على حاجة عندِك في ما البريمير، حلو بس أنا ده، عن ما إحنا كده في نفس بس يا أنا عن بنتي نفسي إمم، إحنا كده في نفس أنا عارفة إحنا كده في نفس الرأي، بس أنا قصدي عن نفسي بعد ما جرّبت حتى أنا اللي اخترت من نفسي ماشي. مع إن معظم الناس تقريبًا اللي معانا في الcourse شغالين كمّلوا في الgraphic. طب أنا هاقول لِك على مثال، أنا دلوقتي اتعلمت إمم، ال5 برامج ونفس المثال اللي أنا ضربته قبل كده، أنتِ مثلًا اتعلمتِ ال5 برامج دلوقتي أو أي 4 برامج أو أي 3 برامج كويس، وأنتِ إمم، مثلًا أنتِ بتحبي الPhotoshop بس بتعرفي Premiere وبتعرفي After وبتعرفي InDesign وبتعرفي Illustrator وأنتِ بتحبي الPhotoshop حلو جدًا وبتحبي السوشيال ميديا حلو جدًا وبتشتغلي عليها كويس جدًا، بس في فرصة شغل جات لِك Premiere ماشي، إمم، أو Illustrator هترسمي characters وبتاع، أيًا كان. إمم، ابتديتِ إن أنتِ تدوسي فيه، والحاجة اللي أنتِ بتدوسي فيها دي بدأت إن هي تدخّل لِك مصدر أو مقابل مادي، بتاخدي مقابل مادي على الحاجة اللي أنتِ بتعمليها، كل ما بتشتغلي أكتر، كل ما المقابل المادي بيزيد، كل ما بتطوّري نفسِك، كل ما خبرتِك بتزيد في المجال ده وبتاع. هل أنتِ بعد ما قطعتِ شوط كبير جدًا مثلًا في رسم الcharacters على الillustrator هترجعي تاني تقولي أنا كنت باحب السوشيال ميديا وأبدأ فيها وبتاع وأشتغل، والّا هتكمّلي في الillustrator والcharacter وبتاع وأنا كده كمجال design فأنا خبرتي بتزيد يعني وابتدي إن أنا أثبت نفسي أكتر وأدوس؟ يعني أنت قصدك إن أنا متعلّمة كلّه ومثلًا باعمل شغل على الillustrator مثلًا إمم. وجالي شغل Photoshop صح لأ أنتِ والّا أنتِ إيه؟ مثلًا مثلًا أنتِ بتحبي الillustrator آه، كبرنامج من ال5 برامج اللي أنتِ اتعلمتيهم، وجالِك آه، شغل بعد كده إن أنتِ ممكن تعملي social media post على الphotoshop. إمم، الpost اللي أنتِ عملتيه عجب الناس، فبدأوا يطلبوا شغل منِّك أكتر، فبدأتِ إن أنتِ تشتغلي على الphotoshop أكتر، 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 فتركني الillustrator ماشي، بدأ إمم. اسمِك يتعرف، بدأ إن أنتِ تدوسي في البرنامج، فبدأ مثلًا بدل ما الشغل يبقى بالقطعة، بدأ إن هو يكون في راتب ثابت، فبدأ إن هو مثلًا حد ييجي تاني وتالت، فأنتِ دايسة في الphotoshop وبتركني الillustrator اللي هو كنتِ بتحبيه من البداية وشايفة إن هو برنامج كويس وأنتِ هتكمّلي فيه. هل أنتِ بقى بعد ما وصلتِ لخبرة كويسة في الphotoshop هترجعي تاني للillustrator؟ بُص هو أنا يعني لو عليّا مثلًا بلاش لأ، إجابة هو أنا نموذجية. لأ مش نموذجية والله هاقول لك، إمم. لأ مش هارجع، يعني مش هارجع بس مش هاسيبه، طب ما هو ده ما هو حصل معايا طبيعي، ما هو طبيعي، ما أنا مش هاسيبه، أنا مش هاسيبه، بس أنتِ ما هو بتقولي بس دلوقتي هادوس المجالات اللي موجودة، أنا باقول لِك إن أنا ممكن أُساق لمجال معيّن تمام، لهدف إن أنا داخل المجال ب ب بيدخّل لي أنا عايز داخل المجال علشان أكسب منّه، فلقيت مصدر رزق كويس، فخلاص أنا هادوس، غير اللي داخل المجال أصلًا واخده كحُب وكهواية من البداية، هو مركّز على حاجة معيّنة، زي الlogo زي السوشيال ميديا، زي مثلًا الmontage زي الmotion فهو مركّز هدفه على أيوه أنا باصص للحتّة دي، فأنتِ عندِك حاجتين، أنتِ فاهماني؟ يا إمّا إمم. مثلًا أنا هادوس في مجال معيّن أنا حابّه من البداية وما فيش أي حاجة هتغيّر وجهة نظري، ويا إمّا أنا هاتعلّم كلّه وأنا وسط ما أنا باتعلّم كده ساعات هييجي لي شغل فأنا هاكمّل، والشغل جاب شغل، جاب شغل، فأنا فضلت مكمّل وأنا أصلًا داخل المجال ده علشان أكسب فلوس أو يبقى مصدر دخل ليّا. والله هو أنا مش عارفة، حاسة إن أنا تفكيري رايح لنقطتين، حتّة إن الواحد حتى لو هادوس في مجال عشان هو الشائع وعشان هو اللي مثلًا فلوسه كويسة وعشان هو الطلب عليه كتير، ما هو ده بس غلط، في نفس ما هو ده بقى ده اللي أنا هاقول غلط. لك عليه، إمم. دي بقى أنا مش هاكمّل كده فيه، هو حتى لو أنا دخلت فيه
بس أنا برضه مش هاكمّل فيه، مش هاعرف أبدع، مش هاعرف يبقى عندي صبر فيه، بالضبط. مش هاعرف ف هو النقطة كلّها يعني حاسة إن النقطة كلّها بتبقى اللفة. عاطفة الإنسان آه. رايحة فين. ما هي حتّة حتّة إن أنا أدخل مجال علشان بيجيب فلوس كتير، لأ دي غلط. هو كل دي المجالات غلط. بتجيب فلوس كتير، بس أنا باكلّمِك إن أنا دلوقتي أنا داخل باجرّب كل المجالات، مش حاطط في دماغي حاجة، فجالي شغل ودُست فيه، فابتديت إن أنا أدوس واحدة، واحدة خبرتي تزيد مش عارف إيه، فجاب لي فلوس، خلاص كتّر ألف خيرك تمام كمّل بقى. إنّما أنت عارف أنا أول سؤال بيتسأل لي لمّا أنا باقول لحد مثلًا على المونتاج أو باقول إن أنا عايزة أشتغل في المونتاج أو كده، إمم، أول حاجة خالص بتتسأل لي هو ده فيه شغل؟ ده بيجيب فلوس؟ ده والله دي بيجيب أول حاجة فلوس. بتتسأل. ما هي ده والله الانطباع السائد عند الناس معظم الناس إن إحنا بنعمل أي كلام، يعني الشغل اللي إحنا بنعمله أي حاجة وإحنا قاعدين على الكمبيوتر، يا عم ده أنت قاعد في مكتب في التكييف على كمبيوتر، أنت بتعمل إيه؟ هو بيجيب هي دي النظرة فلوس؟ الصحيحة، دي النظرة. نظرة زبالة. والله العظيم الجرافيك برضه لمّا جيت أتعلم وأدخل الكورس نفس الحاجة، أنت عارف لمّا أنا باعمل مثلًا كذا design أو إن هُم كان وقتها اتسحلت أوي في التاسكات اللي كانت بتبقى مطلوبة، فكان معظم صحابي ما بيلاقونيش أصلًا، اللي هو هاجر فين، هاجر قاعدة على اللاب بتخلّص الحاجات اللي مطلوبة منها، فحتّة بقى إيه، إن هاجر بقى بعد كده بعد الكورس تدخل في حتّة الجرافيك أكتر إمم. وهتعزمنا بقى على غدا وعشا لا، 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 وفطار لأ. هاجر خلاص بقى هتاخد فلوس وهتكسب فلوس من الحاجات اللي هي هي بتعملها هاجر وهتشتغل. خلّصت الكورس خدت في أسنانها. على فكرة على فكرة ما قُلتش كده على فكرة، أنا ماشي. باكلمك بجد أنا والله باكلّم باكلمك عن صحابك. على فكرة بإرادتي ما كمّلتش أنا لو كنت كمّلت في الجرافيك ده كنت غطيت عليك في المجال. ودي حاجة تشرّفني طبعًا إن صح، إن صح. أنا إن أنا مثلًا أنا اللي مدّيكِ الكورس وأنتِ عدّيتيني، دي حاجة تبسطني أوي يعني. مش هتعرفي لا، 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 مرعب. لا. لا، لا. والله العظيم أبدًا، والله، والله أبدًا. فأنا أتمنى إن مثلًا حد طَب أنا هاقول لِك على حاجة، بعد مثلًا ما بنخلّص أي course بافرح جدًا لمّا بالاقي حد بيكلمني ويقول لي أنا لقيت شغل في المكان الفلاني وكتّر خيرك ومش عارف إيه فبافرح إن هو إيه، لأ فعلًا الحد ده لقى شغل، والله العظيم في ناس ممكن تلاقي شغل بمرتب أعلى من اللي أنا باخده، أنتِ متخيلة؟ فبابقى فرحان لها برضه والدنيا تمام، أنا ما عنديش الحتّة دي. بس معاكِ أنتِ، خُد أنا كنت هادوس على وشِّك بس بإرادتي أنا آه اللي كمّلت، أنا لو بإرادتي كنت آه. كمّلت لأ بإرادتي، أنا اللي ما حسّيتش نَفْسي في العالم بتاعكم ده مش هي عايزة فعلًا ما أنا أدخل باقول لِك معاكم. هي كانت فلوس الكورس اللي أنتِ دفعتيها كانت حرام باين، فلوس ربا حاجة زي كده، ما لا، لأ. أعرفش. لأ والله يا جماعة أنا اتعلّمت حاجات كتير والله، يعني كفاية أصلًا ما كنتش أعرف إن في برامج تانية الillustrator والInDesign ده لمّا قالوا لي هتتعلّمي 3 برامج، اللي هو ما فهمتش ليه 3 إيه الإسراف ده ليه ما 3 ما هو واحد فهمتش كفاية ما هو واحد كفاية. والله ما فهمت وInDesign إيه InDesign ده؟ اللي هو أنا أخدته بالاسم، إمم. InDesign يبقى هنعمل برضه ديزاينات طب ما إيه الفرق ما بينه وبين الفوتوشوب؟ وبعدين أنا كان نظرتي عن الفوتوشوب دي اللي هو عارف أنت لمّا حد زي ما أنت كنت بتقول كده حد يحط راس حد على مش عارف إيه آه. يعني عامةً أنا فهمت حاجات كتير أوي، موضوع الدمج ده اللي هو الديزاينات اللي هي بنقعد أنا حاسة إن أنا نسيت كل ده بحر، لا، لا، لا بحر، ما هو عشان كده أنتِ ما كمّلتيش، أنتِ كويس إن أنتِ ما كمّلتيش لا، لا، في حاجات كذا حاجات حبيتها والله، يعني مثلًا موضوع إن أنا أعمل design social media ده بصراحة ما حبيتهوش، يعني كان آخر حاجة بالنسبة لي إن أنا أُمّال أعملها، إيه أكتر حاجة ما مثلًا أعرفش حبيتيها في المجالات اللي إحنا عملناها مع بعض أو اللي إحنا اشتغلناها مع بعض مثلًا؟ اللي هي الديزاينات اللي هي الmanipulation دي، طب ما أنتِ ممكن تدخّلي الmanipulation في السوشيال ميديا، أنتِ بتقولي السوشيال ميديا أنا ما حبيتهوش ما هو حتّة إن إحنا نحط منتج ونقعد نعمل مش عارفة فيه إيه وكده، مش آه. عارفة حسّيت اللي هو الmanipulation دي باحس إن بافرح أوي في الآخر لمّا النتيجة بتطلع باقعد أمسح من هنا حتّة، ومش عارفة أركّز في هنا حتّة، ف أنتِ بتحبّي الشقا، بتحبّي تشقّي نَفْسك، بجد. والبوسترات بتاعة الأفلام لو عملت مثلًا بوستر فيلم أو حاجة، إمم. أنا باحب دي برضه، بس إنما غير كده يعني ممكن illustrator حبيت أوي إن أنا أرسم عليه عشان أنتِ لمّا بتعرفي كان واحد ترسمي، طب أنتِ ما استغلّيتيش حاجة زي كده ليه؟ ما هو الموضوع ده من زمان أنا كنت باحب أرسم، بس أنا كانت في دماغي حتّة إن هي تبقى موهبة، إمم. مش هادخل في أكتر من كده فيها، حتّة إن لأ خلاص دي موهبة عندي هاقلِّد وأرسم وكده وخلاص، عشان كده كنت مستمتعة جدًا بصراحة لمّا جينا نرسم الحاجات على الillustrator
فالرسومات بتاعتي إن أنا أبُص لها كده بشكل منظم وحلو كده على الجهاز، لأ كان لذيذ والوّنها يعني. وبتاع ومش عارف إيه، وإن هي أنا راسمها آه. بإيدي فتطلع قدّامي digital فكانت كويسة. أنا كانت رسوماتي أيام الكورس كانت كويسة والله بصراحة، ودي طب كويس أنت شهادة فاكر أي حاجة يعني. حلوة. لأ عيب أي حاجة عليك، حلوة. عيب عليك، كلّه متسجّل، كلّه متسجّل. طيب بما إننا بنتكلم على المجالات وكده، أنا عايزة أعيد عليك السؤال، أنت إيه أكتر تخصُّص بتحبه في جرافيك؟ أكتر تخصُّص باحبه بس ما باحبش أشتغل فيه، المطبوعات. بس ما بتحبش تشتغل فيه؟ تناقض، تناقض. بُصّي هاقول لِك على حاجة، يعني أنا باحبه جدًا لإن أنا خبرتي زادت فيه والدنيا داست معايا فيه وعرفت حاجات كتيرة فيه. بس يعني هو أنا ممكن نظرتي عنه غلط، بس هو أنا أيام ما كنت شغّال كنا في المطبعة، الفكرة كلّها إن هو الشغل التجاري أو الطباعة التجاري هو الطباعة على فكرة مجال فيه creativity برضه زيه زي أي مجال من مجالات الdesign، بس البيئة اللي إحنا كنا فيها كمطبعة وكده، هو العميل جاي لك مش عايز design على قد ما هو عايز ينجز حاله، يعني طب ما هو ده م زيه زي العميل اللي هييجي لك عشان يطلب أي design، ما هو ده ما هو بيطلب أنا design وده ما بيطلب. هو أنت بقى حُر إن أنت تفلتر العُملا دي لو أنت شغال freelancer. أنت حُر إن أنت أنا كdesigner أنا راس مالي شغلي، أنا راس مالي الشغل الكويس، فأنا جاي لي عميل عايز أي كارت، أنا لو نزّلته له من على freebic واشتغلته هيبقى بالنسبة له كويس، أحسن ما أقول له إن أنا أقعد وأنا هاشتغل لك أنا design وبتاع وأطلّع لك فكرة هو مش هيستحملني ولا هيستناني، هو عايز التصميم وعايزه يتطبع في نفس اليوم، فأنا باحب مجال إمم. الطباعة وكان مجال مليان وبيزوّد خبرة، وأنا دايمًا باقولها ولا زلت باقولها إن اللي اشتغل في الطباعة يشتغل في أي حاجة، لإن هو مجال هيعلّمك حاجات كتيرة جدًا، بس كمجال طباعة ممكن نقسمه شقين، لو أنت هتشتغل في مطبعة مش هتستفاد أي حاجة ومش هتعرف تطلّع شغل، لإن أنت هتبقى زي مكنة ودايرة، أو مش زي ده أنت هتبقى مكنة ودايرة فعلًا مطلوب منّك أنت تشتغل علشان تخلّص العميل وييجي عميل بعده ومش عارف إيه. إنّما لو أنت اشتغلت في مجال الطباعة مع نَفْسك أو freelancer أو في شركة مثلًا في deadline وفي وقت ومدّيك الفرصة إن أنت تطلّع فكرة التصميم وكده، صدّقني المجال ده من أمتع المجالات اللي أنت ممكن تشتغل فيه في حياتك. معنى كده إن أنت شايف إن ده أصعبهم. مش أصعبهم، هو طب إيه أصعب؟ طب هو أصلًا ما فيش ما هو فيش مجال تخصُّص سهل، أو لا هو ما حاجة. فيش تخصُّص سهل، عشان بس نكون إيه إيه، ده أصلًا؟ صُرحا. ما فيش حاجة سهلة إمم. وما فيش حاجة صعبة. هي ولا سهلة ولا صعبة، ولا سهلة إن أنت هتطلّع فكرة تصميم أو تعمل التصميم زي ما الناس متوقعة، يعني ممكن الناس تتفرّج على فيديو، تتفرّج على تصميم، إيه ده يا عم ده شوية صور محطوطين على بعض ومكتوبين كلام، لأ هي مش كده، ماشي، هي مش بالسهولة اللي أنت مش بالتفاهة اللي أنت بتتكلم عليها دي، ولا هي بالصعوبة اللي أنت هتقعد سنتين علشان تطلّع فكرة تصميم، الموضوع محتاج ممارسة، محتاج شغل على نَفْسك، محتاج تغذية بصرية، محتاج إن أنت إيدك على طول في البرنامج. فهتلاقي إن الدنيا بقت بسيطة معاك، بس. أنا في واحدة اتخرّجت السنة دي من صحابي، شُفتها في فرحٍ ما كده، فقُلت لها: "إيه ده اتخرّجتِ السنة دي؟" قالت لي: "آه." قُلت لها: "اتخرّجتِ منين؟" قالت لي: "تطبيقية." قُلت لها: "حلو، خلاص خدتِ إفراج وكده؟" قالت لي: "آه والله ده الدكاترة مش عارف إيه، وبننزل مطبعة وبتاع." المطبعة دي رنِّت في ودني كده، قُلت لها: "مطبعة وأنتِ تخصُّص إيه؟" قالت لي: "جرافيك." فنوّرت كده في آه. الpodcast ده نوّر في دماغي فجأة كده. فقُلت لها طَب أنتِ بتحبّي المجال؟ قالت لي: "آه باحبه بس الشغل فيه صعب والموضوع المطابع وننزل نطبع وننزل والدكاترة والمعيدين." إمم. يعني كان هي بالنسبة لها التخصُّص حلو وحابّاه، بس الحاجات التانية الشقة اللي ورا التخصُّص مطلّع عينيها، مخلّيها اللي هو أنا مش عايزة أكمّل في الكُلّية، أنا عايزة أتخرّج وما حدّش يجيب لي سيرة الكُلّية تاني. ما هو أنا للأسف بصراحة. إمم. بتوع فنون تطبيقية وفنون جميلة بيتسحلوا فعلًا أيام الدراسة، يعني هو لو بصّوا للموضوع أو الناس مثلًا اللي بتطلع training أو بتطلع تلاقيها شغّالة مع عُملا برّه أو خلال الدراسة وكده، بتلاقي إن الموضوع بسيط، بس هي مواد عندهم ولازم يعملوا لها مشاريع علشان ينجحوا، إنّما في الأول وفي الآخر أنت 90% أو هاقول 70% من الحاجات اللي أنت بتدرسها أيام الكلية ممكن ترميها في الزبالة بعد ما تخلّص يعني. طب هُم الناس اللي داخلين تطبيقية مثلًا سواء كان اللي داخل أو اللي جوّه تطبيقية دلوقتي، إيه اللي ممكن يعملوه يساعدهم لو هيتخصصوا graphic يشتغل مثلًا على نفسهم؟ هل إن هُم يبدأوا واحدة، واحدة ياخدوا كورس خارجي أو إن هُم يشتغلوا إمم. بشكل مبدئي، يعملوا كذا حاجة، يعني إيه اللي هُم المفروض يعملوه يساعدهم ف يساعدهم عشان لمّا يتخرّجوا ما يبدأوش لسه من الصفر؟
بُصّي هاقول لِك، هو المفروض خلّيهم بس يكونوا مقتنعين إن اللي هو سوق العمل حاجة، واللي هو بيدرسه حاجة تانية، مختلفين بتاتًا، تمام، بس في نفس الوقت ما ينفعش يهمل الحاجات اللي هو بياخدها في الكلية، لإن هي فعلًا بتساعده كتير جدًا، بتساعده يعني أنت متأسس صح، يعني ده أنت دارس، أنت فاهمة، دارس برّه وجوّه، غير لمّا تبقى واخدها كهواية كده، لأ أنا واخد الموضوع من أوله، يعني هو ممكن يمسك لك الdesign يفصصه لك حتّة، حتّة، دي محطوطة هنا ليه، ودي محطوطة هنا ليه، ودي محطوطة هنا ليه، على عكس حد تاني واخدها كهواية وبيكون برضه بنفس درجة الquality وبنفس درجة الشغل الحلو، يقول لك أنا هذا ما وجدنا عليه آباؤنا. إنما إمم، بتوع تطبيقية أو فنون جميلة لأ، بيفصصوها الألوان، تناسق الألوان مع بعض، يعني أنا مثلًا ممكن حد هاوي أو حد اتعلم graphic كده من برّه مش ما دخلش كلية ليها علاقة بالفن أو كده، يقول لك مثلًا أنا اللونين دول حاططهم مع بعض عشان أنا شُفتهم قبل كده لايقين مع بعض، إنما دول يقول لك لأ، ده لون حراري، فلون مش عارف يرُد عليه لون كذا، فده بشكل لون علمي أوي. بشكل علمي بحت، هو ما ينفعش إن هو آه، يهمل الكلام ده، ما ينفعش يقول لك يا عم طب ما الكلية غير مجال غير سوق العمل، لأ، خُد الحلو من الكلية، غير كده وكده، أنت مثلًا دنيتك كلها تصميم ومسحول، خلاص أنت معاك 4 سنين أو 5 سنين اتسحلهم، اتعلم جرافيك، اتعلم مثلًا فوتوشوب وإليستريتور وInDesign، اتعلم مثلًا البرامج التانية أيًا كان بقى، شوف البرنامج اللي ممكن يخدم معاك، حاول تنزل تدريب في شركات، دوّر، اتسحل، يعني أنت ال5 سنين طالما سحلة بسحلة بقى. انزل تدريب، شوف سوق العمل ماشي إزاي، اسأل ناس اتخرّجت، ما أنت أكيد مثلًا أنت في سنة تانية أو تالتة ليك زمايل اتخرّجوا وخلّصوا وبتاع وشافوا سوق العمل، ابتدي إن أنت اسألهم، أنا غلطتي أيام الكلية مثلًا إن أنا ما كنتش باسأل ناس أكبر منّي، كنت دايمًا اللي هو إيه، لا يا عم يعني هو كان القرد نفع نفسه. إمم. لأ، ابتدي إن أنت اسأل ناس أكبر منّك، خدوا التدريب فين، أعمل إيه في المادة دي، طب المادة دي هتفيدني بعد ما أخلّص والّا لأ، وهكذا. لو أنت عملت الحركة دي، صدّقني الموضوع بالنسبة لك هيبقى سهل جدًا، وهتطلع تلاقي شغل بسهولة، عندك portfolio قوي تقدر أنت تسوّق لنفسك بيه، الحاجات بتاعة الكلية هي حاجات نجاح وسقوط، هاخد بيها شهادة، عايز تقدير، خُد تقدير، والتقدير ما بيفرقش في أي حاجة علشان بس نكون على نفس الخط، التقدير ما هو إلا حاجة مكتوبة في الشهادة، اللي بيفرق كلّه أو بيفرق مصمم عن مصمم شغلك، الportfolio بتاعك، بس. والله ده يا بختكم، ده أنتم هتلاقوا مثلًا كورسات وهتلاقوا حاجات. أنت عارف إن أنا قبل ما وأنا في الكلية لمّا عملت اللي أنت بتقول عليه ده، إمم، وجيت أسأل ناس أكبر منّي، لمّا جيت بقى آخُد قرار إن أنا هاخد كورس وأسأل ناس أكبر منّي، قبل ما أدخل الراديو وأتعلّم فيه وكده. كانوا نَفْسهم بيقولوا لي: "والله إحنا مش لاقيين أماكن ناخُد فيها، يعني مش عارفين نروح فين، مش لاقيين أماكن." إمم، ده بالنسبة لإذاعة. صحافة بيبقى حاجات كده أونلاين بيكتبوا فيها أخبار وحاجات، كان متوفّر لهم حاجات يعني. بس ما لقيتش وقتها، ولمّا جيت أسأل على كورسات، كان في أماكن بتدّي كورسات بفلوس كتيرة جدًا، جدًا. أنا كنت باسمع أرقام كتيرة أوي، 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 اللي هو ليه آخُد كورس معدّي مثلًا 10.000 جنيه، ليه؟ ليه بس بيبقى فعلًا، بقى إيه، يقعد يقول لك بقى دي اللي هيدّيه لك مُخرِج الفُلاني، إمم، هييجي يدّيه لك ومش عارف مين، بيبقى ناس معروفة بقى، بيبقى مُخرجين معروفين، بيبقى مش ناس في المجال معروفة. طَب أنا مش عايزة ناس معروفة يعني، بس أنا هادفع المبلغ ده كُلّه ليه؟ وآجي أسأل مثلًا في بنها لأ ما الاقيش، طَب أسأل طَب خلاص برّه بنها، يعني هنروح القاهرة عادي ما عنديش مشكلة، ألاقي بقى الأسعار اللي قُلت لك عليها دي، لدرجة إن أنا فضلت كتير كل شوية أسأل واحدة أكبر منّي بسَنة، طَب أنتِ نزلتِ تدريب طَب أنتِ هننزل طيب تدريب فين؟ تقول لي: "والله لو لقيتِ قولي لي، أنا مش عارفة." فدي كانت معاناة، أنا ما كانش الموضوع متوفّر خالص عندنا إن لأ إحنا الموضوع هنا عندنا أبسط من كده أسهل. بكتير، أسهل بكتير، أنت لو ما لا يا عم لو ما لقيتش مكان بيدّي كورسات ما اليوتيوب مليان، دوّر، والله بُصّي آه. هو إمم. بيتوقّف على الشخص، بيتوقّف على الشخص، ال هو أنت ال ال قصدك إيه بالكلام لأ هو مش لاحظ إن كلامك جاري ما تحسِّن ملفظك يا بغل أنت، لا، لا، مش للدرجة دي قصدك لأ، إيه؟ لا طَب والله كمّل الجملة عشان هو بيتوقّف على الشخص، لو أنت عايز تتعلّم حاجة هتبتدي إن أنت تفرُك علشانها، تسأل، فاكرة أول يوم في الcourse بتاعنا أنا قُلت لكم إيه، قُلت لك أنا مش هادّيك كل حاجة، بس أنت بإيدك هتطلّع منّي كل اللي أنت عايزه، إمم. إمم. بس. غير كده أنت قاعد قدّامي بروتة مش عايز تتعلّم، مش عايز تساعد نَفْسك خلاص، إنّما أنت بتسأل وكل كلمة عايز تعرف معناها ودي ليه ودي مش ليه، وبتبتدي تنخّر طَب هاقول لِك،
كان برضه في ناس ممكن إن إحنا نطلب task أو تاسكين خلال مثلًا محاضرة معيّنة أو كده، ييجي تلاقي ناس عاملة 2 و3 و4 و5 أنا عملت أكتر من اللي أنت عايزه، ده باين من الأول كده لأ هو داخل عايز يعمل حاجة، عايز يتعلّم، عايز يدوس، ده واحد فعلًا تبذل معاه مجهود، إنّما في واحد أنت طالب 2 طَب ما ينفعش يبقى 1 أنت داخل تضيّع وقت، داخل تضيّع وقت، أيوه، أيوه، فالموضوع فاكرينها في بيبقى أول فاكرة سمعناها من مين، لمّا قُلت لنا إيه أنا طالب مش عارفة 3 تاسكات واتفرّجوا على إيه، في كذا حاجة كده أنت طلبتها، فلقيت في الوشوش اتغيّرت فجأة، في ناس كده وشها اتغيّر آه، فجأة و بس أهو يالّا ما ما هو أنتِ علينا طَب بقى، أنتِ أنا أصلًا مش هاقول لِك. فاكرة مين. هاقول لِك، إمم، أنتِ دلوقتي داخلة دافعة تَمَن كورس، وبتضيّعي وقتِك مثلًا إحنا وليكن بناخد يومين في الأسبوع، 3 أيام في الأسبوع، دافع تَمَن كورس، والله أعلم جايبه منين، يعني سواء مثلًا سارقينه. لا، لا، لا والله والدك، والدتك دافعين لك الفلوس أو أنت شغال بيها وبتاع، لإن في ناس بتبقى شغالة already ودافعة تَمَن الكورس، والكورس دلوقتي بيبقى يعني مثلًا الكورس بيبقى متكلف دلوقتي. إمم، إمم. ومضيّع وقت، يا عم فُكّك من الفلوس، الفلوس سهلة بتروح وتيجي، الوقت بتاعك، مش أنت أولى بال3 ساعات مثلًا والّا ال4 ساعات اللي هتقضّيهم في وشّي بتاخد باقعد أصدّعك وأوحشي دماغك في كلام؟ أولى طبعًا، الناس بتيجي تقعد زي ما تاخد بعضها وتمشي، يا عمي طَب أنت استفدت إيه؟ هو أنت target بالنسبة لك؟ target بالنسبة لك إن أنت ت ت ت تحقق عدد محاضرات معيّن فهتاخد عليه جايزة، طَب أنت استفدت حاجة؟ أبدًا، أنا هاخد بيه شهادة، الشهادة دي يعني استغفر الله العظيم يا رب يعني مش هتنفعك. مش هتنفع في حاجة أنت بتعرف الشهادة. تشتغل الحاجة دي؟ لأ، طب أنا معايا شهادة، خلاص أنت الشهادة دي حُطّها في الدرج. الموضوع هُم بيعصّب. مش 3، 4 هُم مش 3، 4 ساعات، هُم أسبوع كلّه، أنا كنت باتسحل الأسبوع كلّه، والله العظيم أنا كان وصلت لمرحلة صحابي كان وقتها ما كانتش لسه خطوبة أخويا حصلت، فخطيبته كل ما تكلمني تقول لي: "أنا حاسة إن أنتِ هتيجي الخطوبة باللاب." فين هاجر قاعدة على اللاب بتخلّص حاجات، والله لا ما كانش 3، 4 ساعات، ده الواحد يا ده كلّه بنتي تاسكات، أمّال لو اشتغلت في الموضوع هاقعد قد إيه؟ لأ تقعدي قد إيه؟ ما أنتِ مش مش هاقوم أصلًا. هتكلميهم أصلًا، يعني مش هتعرفي تكلميهم. لأ، فهو بيبقى مجهود عامةً أو بيبقى حتّة زي ما أنت بتقول كده، طَب أحلِّل الفلوس اللي أنا داخلة أدفعها دي، أعمل أي حاجة والله على فيها. الأقل يا عم بُص، مش هتشتغل بيه، بس على الأقل معلومة هتفيدك. أنا أيام ما اتعلمت الفوتوشوب كنت باقول إن هو زيه زي الإنجليزي، لغة هاتعلمه وخلاص، إمم، هيفيدني في يوم من الأيام، وأهو أدينا أهو، بقى مجال الشغل بتاعي. إمم. طيب بما إنّك بقى رجعت للنقطة دي، إمم. هاسأل أنا سؤال من أول خالص ما بدأت من الأول ال يسألوا. ال آه، لمّا بدأت بقى الحوار ده، إيه أصعب فترة مرّت عليك كgraphic design؟ قُلت بقى أنت حسّيت إن أنت لأ، الفترة دي صعبة، الفترة دي صعبة بقى من حيث مثلًا أي حاجة، بس لا، لا دي فترة حدديها، من حيث مثلًا ماديات والّا من حيث كشغل والّا إيه بالضبط؟ يعني ممكن نقول الاتنين، يعني أنت دلوقتي مثلًا حاليًا أنت مستقر، في فترة استقرار، يعني الحمد شغلك لله. مستقر والدنيا مستقرة الحمد لله، إيه إمم. بقى في فترة أكيد جات يعني ما لأ، كانت الدنيا مش مستقرة، مثلًا فلوس، الشغل، الدنيا بالنسبة لك حسيت إنها صعبة، حسيت إن أنت من كتر ما هي صعبة فأنت مخنوق، رغم إن أنت بتحب المجال بس أنت مخنوق. بُصّي، هو فترة فعلًا هي فترة البدايات عمومًا. أنا بالنسبة لي أول ما ابتديت اشتغلت في كذا مكان كده ورا بعض، خبط لزق كده. مرّة في مكان اشتغلت فيه في الأول كان مستقر وكنت هاكمّل فيه والدنيا تمام، بس أنا كنت شايف نَفْسي في مكان أبعد منّه، فسِبت المكان مرّة واحدة وده كان غلط، لإن أنا لسه كنت زيرو خبرة، إن أنت تسيب مكان مرّة واحدة كده تيجي تبلّغ صاحب المكان إن أنت هتسيبه بُكرة، لأ ما فيش الكلام ده، أنت على الأقل بتسلّمه أو بتقول له قبلها بشهر، قُل له أنا هاسيبك بعد شهر، بحيث إن هو يرتّب أموره برضه، ده كان غلط منّي. إمم، بعدين رُحت مكان تاني اشتغلت في شركة كده بتاعة دعاية كانت على القد كده، بعدها بأسبوعين 3 قفلت على حظي أنا، بس خدت مستحقاتي كاملة يعني، خدت في الأسبوعين أو نُص شهر اللي أنا اشتغلته ده. بعد كده كان في مثلًا حد بيفتح لسه مطبعة جديد، فكان بيكلمني وعايزك وبتاع، فكنت باروح أقعد معاه طول اليوم بنجهّز في حاجات وبنخلّص تراخيص مَكَن ومش عارف إيه، وورق رايح وورق جاي وحاجات من هذا القبيل، بس ولا كنت باخد فلوس ولا كنت باعمل حاجة، بالعكس أنا كنت باصرف من جيبي. بس أنا بابُص طب أنا دلوقتي ما فيش أي شغل جاي لي، طب أنت بتصرف منين؟ أنا ما أعرفش المجال ده ما أعرفش حاجة غير الجرافيك عشان أشتغلها أصلًا، فمكمّل لعل وعسى ربنا ييسّر إن شاء الله والدنيا هتضبط.
فدي كانت فترة برضه صعبة، لحد ما ربنا كرم بشغل تاني اللي أنا استقريت فيه بقى بعد كده، وابتدت إن خبرتي تزيد وبتاع، بدأ ييجي لي شغل freelancing مثلًا إن أنا أدوس وأشتغل وكده. ممكن فترة البداية كانت فترة خنقة بالنسبة للموضوع المقابل المادي، لإن ما كانش في فلوس أصلًا، وخنقة برضه من حيث إن أنا مش مستقر في مكان عشان أشتغل فيه، عشان أتعلم منه، علشان خبرتي تزيد، علشان بعد كده لمّا أروح أقدّم في مكان تاني يبقى عندي سابقة أعمال وأشتغل، وأنا اشتغلت في كذا مكان وبتاع. فدي كانت فترة فعلًا رخمة، الفترة بتاعة البدايات، فترة حلاوة البداية. حلاوة لا هي ما كانتش حلاوة البدايات خالص، بس لله الحمد كل حاجة عدِّت مثلًا عليَّ أو عدِّت على الواحد، فبتبتدي إن أنت تستفاد منها. أنا كنت غلطان في النقطة دي، أنا المفروض النقطة دي كنت اتصرّفت فيها كذا، النقطة دي أنا استفدت منها وهكذا. فالبداية كانت صعبة بصراحة، كاستقرار مادي وإن أنت خبرتك تزيد في البرامج وإن أنت تشتغل كويس وتعرف أساسيات الحاجات وتبتدي إن أنت تدوس. أصعب فترة تقريبًا أول سنة، سنتين من الشغل يعني. هو بيتهيأ لي أصلًا أصعب فترة عند أي حد بادئ شغل هي البداية، بيتهيأ لو حد بدأ شغل والدنيا سهلة بالنسبة له أشُك اللي أنتِ هو عارفة أنت إزاي مشكلتي في كنت إيه؟ إزاي صعبة؟ أنتِ عارفة مشكلتي في إيه؟ إن أنا ما لقيتش مثلًا الguide أو الحد اللي هو اللي يوجهني. يعني فأنت بقى مع نفسك أنا مع عملت نفسي، أنا لوحدك. آه. بالطّش زي ما إمم. تيجي، تيجي. ما لقيتش حد يوجهني ولا حد يدعمني. حتى مثلًا ممكن أهلي ما كانوش يعرفوا إن أنا باعمل إيه، يعني مش مقتنعين أصلًا، أنت قاعد على اللاب بتعمل إيه؟ إمم. فاهماني؟ ما حدش ما كنتش ما كنتش عارف حد عشان أسأله أصلًا في المجال، طب أنا أعمل ما هو مش كذا لازم علشان بالمجال، طب أنت مثلًا يعني موضوع الصحاب ده مهمين مثلًا لمّا قُلت حد من صحابك القريبين مثلًا إن أنت هتعمل كذا، ما فيش أي مثلًا يعني ما كانش مُدرك أهمية الحاجة والّا برضه لا، نفس لا، لا، لأ، الكلام حتّة إن بعيد، أنت بعيد برضه، إمم. ما كانش يا حد عيني أنت كنت وحيد. لأ مش وحيد اللي للدرجة، مش كان يعني مش هتحطّي موسيقى حزينة على الحتّة دي وأنتِ بتمنتجي، لأ فُكِّك. الموضوع إن أنت هتتكلّم مع حد وتقول design وبيتكوّن من كذا وأنا لأ، هو أنت بالنسبة لك شغّال إيه graphic designer فأنت لقيت شغل لأ، طب خلاص ربنا يرزقك بس، ده اللي كان بيتقال. إنّما أنت مش هتسألش حد إمم. مثلًا أنا هامشي إزاي أو هاعمل إيه. لمّا برضه كنت باقول لكم أيام الكورس باقول للناس يا جماعة أنت بتاخد كورس offline أو online تفاعلي مع حد هو مش عشان يعلّمك الحاجة دي، علشان تسأله فيجاوبك، يوجّهك بس. إنما أنت اللي بتعلّم نَفْسك بنَفْسك، وأنت اللي بتدوّر على المصادر، وأنت بس بتسأله أنا هاعمل إيه في الحتّة دي، في الموقف الفلاني، مش عارف إيه، لو جاي لي عميل الCV يبقى مكتوب فيه إيه، الportfolio الdesign ده إمتى يبقى حلو، إمتى يبقى وِحِش، ده اللي أنت بتسأله. عشان كده باقول لك بتتوقّف على الشخص، إنما أنا في بدايتي ما لقيتش حد إن أنا أسأله، مع إن كان في ناس إمم. كتير والمجال كان منتشر ساعتها، إحنا مش بعيد يعني، بس ما أعرفش إمم. إمم. ما لقيتش حد فعلًا إن أنا يوجّهني أو إن هو يقول لي ده صح، ده غلط، دوس في الحتّة الفلانية، اعمل إمم. كذا. ودلوقتي أنت اللي بقيت ما شاء الله توجّه الناس، وأنت اللي بقيت ده تقول لهم بفضل اعمل الصح ربنا واعمل يعني، الحمد لله. ولأ آه. وبُصّي، مهما وصلت درجة خبرتك ودرجة معرفتك، لازم تتعلّم برضه، ما ينفعش إن أنت تعطل، ما ينفعش إن أنت تقول أنا استكفيت كده. لأ، ما أنا شايفة ده بصراحة بعيني الفيديوهات الذكاء الاصطناعي اللي بيعملها، يا جماعة باشمهندس محمود ده بيعمل طبّلي فيديوهات لي صعبة أوي على دماغي. صعب أوي على باقعد دماغي. أتفرّج باقعد أتفرّج كده والاقيه منبهر أوي باللي بيطلع، وأنا اللي هو قاعدة إيه في إيه يا إيه؟ عم اللي أنت بتعمله ده، ده عبط. لا، لا والله بس باحسّك منبهر أوي بالتطوّر وزي ما أنا قُلت لك بقى زي حتّة إن أنا مش حابة أوي المجال لدرجة إن أنا أنبهر زيّك، فأنا شايفاك اللي هو أنت منبهر جدًا بالتطوّرات اللي بتطلع، وشايف إن الحاجات دي في مصلحتكم أوي وهتفيدكم أوي وكده، وأنا شوية بعيد هو أنتِ مش ليه عمّالة داخلة أوي بتتكلّمي اللي هو إيه مصلحتكم وأنتم ومش عارف وإحنا قوم عاد أنت والّا إيه مش فاهم؟ بجد بتوع والله، graphic إحنا اتدهشنا يعني والّا بتوع الجرافيك. قصدي أنتم بتوع graphic ماشي خلّينا بتوع جرافيك، مش بتاع أنتم بتوع فوتوشوب. graphic بتوع إحنا Photoshop بتاع صنايعي فوتوشوب. والله ده كان إعلان مرّة شُفت الإعلان ده وكان منتشر جدًا، مطلوب صنايعي فوتوشوب، يا نهار أزرق! صنايعي فوتوشوب! إيه ده! والله كده. إيه ده دي بجد والّا بس على كانت فكرة هزار؟ مصطلح صنايعي فوتوشوب اللي هو أنت عايز واحد جايبها من تحت، يعني فاهم الفوتوشوب ده مش مصمم graphic designer لأ graphic designer ده هييجي لي عيّل أنا عايز واحد صنايعي، واحد على أبوه، أيوه صنايعي بس ما فوتوشوب. بتتقالش كده، هي ما هي ده كان أنا ممكن كان إعلان يشد بس، كان آه. الإعلان اللي هو حاجة تشد بس مش أكتر. لأ بس يعني هو إيه عامةً يعني باتكلّم على حتّة إن ما شاء الله يعني أنت والله بتطوّر من نَفْسك باين مش محتاجة تطبيل والله بس باين يعني لأ طبّلي من كمان عادي، الفيديوهات اللي أنا أنا باشوفها باحب دي. التطبيل. باحب التطبيل. بُصّي،
هي إمم. الفيديوهات اللي أنا باعملها مش شرط بقى إن أنا أكون مثلًا باعمل حاجة، أنا باعمل الحاجة دي علشان أنا عايز أتعلمها، يعني أغلب الفيديوهات اللي هتلاقيني مثلًا منزّلها عندي على الchannel بتاعتي الخاصة، حاجة أنا كنت عايز أتعلمها، ودوّرت عليها، اتعلمتها و و وابتديت إن أنا أشرحها. أنت لو عايز تتعلم حاجة خلّيها مبدأ في حياتك، أنت لو عايز تتعلم حاجة آآ، اتعلمها واشرحها لحد، يعني لو أنت عايز أنا كنت باعمل كده في الكلية. آه، يعني مثلًا إمم. الناس اللي هي كانت بتشرح لزمايلها أيام الكليات، دي أكتر ناس كانت بتجيب تقديرات، ومش علشان هي شاطرة، لأ، علشان بتشرح للناس فبتسترجع المعلومات أكتر، أنت ذاكرتها فشرحتها ففهمتها أكتر، بس. آه. أنت عايز دي تتعلم حقيقة والله. مجال عايز تتعلم مجال وعايز تتعلم إمم. حاجة معيّنة، اتعلمها واشرحها لحد بس يكون فاهمك طبعًا، ما تشرحهاش لأي حد كده، يكون حد في نفس مجالك. إمم. وقت الامتحانات كنا بنعمل كده، أنا كنت باذاكر كل شوية أقول آية، بس أنا كنت باذاكر معاها برضه للأسف آه، كنا بنذاكر مع بعض على يعني هنقول مثلًا إيه، هنذاكر الفصل الأول والتاني والتالت ونرجع بقى نشوف هنعمل إيه، فاخلّص وابعت لها أقول لها أنا خلّصت، فبعد ما نخلّص مثلًا لو في حتّة هي مش فاهماها أقوم أنا شرحتها تاني فبتركز في دماغي، أو أبعت لها ريكوردات أقول لها ما تسمعيهمش، أنا إمم، بس سيبيهم ريكوردات طويلة بقى 5، 7 دقايق مثلًا، باعيد لنفسي أنا فهمت إيه، كإني باشرح لها، بس فأقول لها أنا بُصّي أنا دول الريكوردات اللي أنا باعتها لِك دي، أنا بس باختصر على نفسي إيه الفصل بيقول إيه، والحتة دي باشرحها تاني وكده، فلو أنتِ مش عايزة تسمعيهم عامةً هم مش مهمين ده ليًا، إمم. فإن أنا شرحت لها يعني كان في دماغي، وحتّة إن أنا أصلًا باشرح لها حاجة وهي كانت بتفهمني وتدخل الامتحان تحُط إجابتي اللي أنا حُط باقولها إجابتك. لها دي كانت يا نهار أبيض! المادة برضه والله الوحيدة اللي أنا العظيم كنت باشرحها لزمايلي اللي هي كانت رياضة 3 تقريبًا رياضة 3 دي المادة الوحيدة اللي جِبت فيها امتياز في أيام الكلية كنت كلّها. كمّل شرح المواد والله التانية، العظيم يا ريت، جاية أنا جيت رياضة بس 4 بقى ما شرحتهاش ما كنتش باذاكرها أصلًا، سقطت فيها سنتين، شِلتها في تانية وشِلتها في تالتة. فال إحنا اتفقنا إن إحنا نقول الحاجات الإيجابية، الإيجابية صح؟ بس لأ هو عامةً هي دي نقطة مهمة بجد، حتّة إن حد عايز يفهم حاجة لأ يشرحها للي قدّامه، إمم، دي والله هتركز في دماغك ومش هتنساها، ولو نسيتها مثلًا يعني اللي أنا باقول لك عليه ده لمّا كان ييجي لي سؤال في الامتحان، ما افتكرش مذاكرتي، أفتكر شرحي كان إيه ليها واكتبه أو أقوله، بس فعامةً الحمد لله إن إحنا كنا بنفيد بعض في النقطة دي يعني، بس أنا رغاية زي ما أنت عارف، فأنا كنت باعيد المعلومة ده زي كتير ما الناس واشرحها كلّها بكذا عارفة، طريقة. زي ما الناس كلّها عرفت، مش أنا عارف. خلاص أنا هاسكت، أنا هاسكت، لأ أنا هاسكت، إزاي، مش إزاي ده هاكمّل معلوماتي المفيدة. فعلًا، طيب إحنا إيه وصلنا لآخر سؤال، وده برضه سؤال فضولي هنجاوبه باختصار كده عشان ده بصراحة أنا نِفْسي أعرفه أوي وفضول منّي يعني. إمم، بعيدًا عن مجال الجرافيك، أنت لمّا بدأت كمحاضر، عايزة أعرف عملت إيه أول محاضرة تدخلها وأول مرّة تشرح للناس كده، دي كانت أول مرّة تتصادم كده مع طلبة وتشرح لهم؟ إمم، إيه بقى؟ هو لأ إيه مثلًا بقى؟ آه، الدنيا مشيت حلو والّا كان يوم ما يعلم بيه إلا ربنا والّا إيه بالضبط؟ بُصّي هاقول لِك على حاجة، من زمان وأنا يعني حتّة الثقة في النفس دي معدومة، إمم. ماشي، أي حاجة باعملها في حياتي، ثقة في النفس معدومة، فلو جيت دوّرت مثلًا في شخصيتي في محمود، أنت واثق في نفسك في إيه أو بتعرف تعمل إيه، باعرف أشرح، إيه إمم. وإزاي مش لازم، تخيّلي بقى إن أنت أو بتعرف مثلًا توصّل المعلومة بطريقة مبسّطة. ماشي، دي ده اللي أنا شايفه، أنا أول مرّة أكون واثق في نفسي في حاجة كده، إمم. والfeedback اللي بييجي برضه بيزوّد ثقتي أكتر، بس حاجة زي كده دي كانت لأ مجمّدة قلبي، وأنا كنت حابب الموضوع من الأول، وكنت محتاج فرصة، محتاج بداية، فلو أنا واثق من نفسي في حاجة من اللي أنا باعملها في حياتي كلّها واللي أنا جرّبتهم في حياتي كلّها، واثق في نفسي في الحتّة دي، وأعرف إن أنا أسِد، فداخل أيًا كان مين اللي قدّامي هاقنعه، هاشرح له. بس الموضوع صعب؟ كان الموضوع صعب. الموضوع كنت هايبه؟ كنت هايبه، بس كان عندي ثقة في نفسي جامدة جدًا. يمكن أول مرّة هاشرح فيها أو بدايتي في أماكن مثلًا بادّي فيها كورسات أو باشرح فيها، كانت في أماكن كبيرة وليها أساميها ومعروفة، يعني بغض النظر عن الأسامي، بس لأ، كنت بس ده داخل عمل load إيه؟ ده أكيد عمل load عليك إن طبعًا أنت تدخل عامل load، وتوضّب. عامل ضغط كبير جدًا وكنت داخل مضغوط، ولإنها أماكن أنت تحت إيدك ناس مُعتمدين عليك، ماشي،
فكانت حاجة هي كانت حاجة صعبة، صعبة طبعًا وليها هيبة بس زي ما باقول لِك، أنا كنت حابب الموضوع ودايس في الموضوع وواثق في نفسي جدًا ماشي، فالموضوع كان إلى حدٍ ما كان سهل، بس كان خوف كان في خوف، كنت باتلجلج في الأول، عارف المعلومة وباعرف أشرح بس باتلجلج، ريقي كان ناشف جدًا وكنت باشرب مَيّة كتير جدًا، أنتِ فاهمة، إمم، خايف برضه اللي قدّامك ما يكونش فاهمك أو خايف اللي قدّامك يكون مستعبطك، مستهيفك، كل ده بيدور في دماغك، أنت عمّال بتشرح دي بتدور في دماغي بس لحد دلوقتي. أنت بتشرح، أنت عمّال بتشرح وشايف شايف اللي قدّام ما هو اللي قدّامك باصص لك بقى وبالأخص كمان لو كان اللي قدّامك اللي هو إيه، ما بيدّيش أي reaction على أي حاجة، اللي هو عادي، آه، في ناس بتدّي reaction بتضحك مثلًا، تقفقف، تتأتأ، حاجات زي كده، فأنت بتعرف إن ده reaction صعب، لأ الموضوع ده بدأ يمِل، بدأ يبوّظ الدنيا، الدنيا بدأت تبوظ، إنّما اللي ما بيدّيش أي reaction ده أنت ما أنتش عارف هو مبسوط، فرحان، زعلان، متضايق، أيًا كان، هل هو بيقول أنت عليّا أنا صاحي؟ عبيط؟ بيقول عليّا أنا عبيط، هل أنا ماشي كويس والّا أنا بانيّل الدنيا والّا أنا إيه بالضبط؟ فالتوتر بيبتدي يزيد، الدنيا بتبتدي تبوّظ حتى لو أنت بُص يعني الجِن من العفريت، لأ إمم، الموضوع بيبوظ. بس اللي أنا مساعدني إن أنا كنت باعرف مثلًا أشرح لحد، أبسّط المعلومة شوية، الثقة في دي بالذات، أنا ما عنديش ثقة في نَفْسي في أي حاجة أنا باعملها تاني غير موضوع الشرح، موضوع إن أنا أشرح لحد يعني. أنت عارف إن أنا بعيدًا إن أنا بقى المفروض إعلام وكده، بس أنا ما أحبش إن أنا أقف قدّام مجموعة وأتكلّم وما زلت والله الحتّة دي عشان كده ما كنتش عايزة أبقى مذيعة ولا الكلام ده كلّه، لإن أنا عامةً في دماغي إن أنا هاستخبى ورا شاشة اللاب أعمل اللي أنا عايزاه، بس مش هاظهر قدّام مجموعة وأتكلّم إمم، و وأنا يبقى الspot عليّا كده، لأ ما باخاف يعني عندي النقطة دي، مع إن أنا المفروض إعلام هي اتكسرت شوية الحمد لله يعني بالتجارب اللي حصلت وكده اتكسرت شوية، بس عامةً لأ، أنا أول ما اتحط في موقف أنا اتحطيت أصلًا في موقف زي ده، كنا بنعمل project صغير كده فكنا 5 فهي الدكتورة فاجأتنا إن إحنا في المحاضرة قالت لنا كل اللي عامل يعني إيه، كل واحد يطلع يتكلم على الإعلان اللي هو عمله وعمله ليه وكده، فأنا والجروب بتاعي طلعنا. ففي كذا حد اللي هو مثلًا إيه، اللي عملت الscript اتكلّمت وكذا اتكلّمت، وفي بنت من عندنا اتكلّمت ويا عيني هي خايفة أوي فلدرجة إن هي وقفت في الكلام إمم، وماسكة المايك وسط البتاع وهي خايفة، هي مش عارفة تشرح فكرة الإعلان إيه ومش عارفة توصّل لها وكده، ف فالدكتورة قالت لها: "خلاص مش مشكلة خلّي حد تاني يتكلّم." أنا بقى لقيت ال3 التانيين بعدوا بَص وأنا اللي لِك أنتِ، كنت واقفة وراها. إمم، ف فأنا مش هينفع إن أنا أعزم عليهم ولا حد يعزم على حد ولا الكلام ده كلّه، لازم ألحق الموقف عشان إيه، الدنيا ما تسيبش مننا، فرُحت ماسكة منها المايك، ودي كانت أول مرّة بجد كان يعني أنا كان جوايا كتكوت مبلول، أنا ما كنتش قادرة، أنا كنت بانهار، بس قُلت لها كذا، 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 فكرة الإعلان كانت كذا ومش عارف إيه، طَب أنتِ بتعملي إيه؟ باعمل المونتاج بتاع الإعلان وكده وإيه، اتكلمت بكل ثقة ولا كإن في حاجة، ومن جوايا ده الدفعة بقى قاعدة دلوقتي تضحك عليّا ومش عارف إيه، إمم، ده كلّه كان داير في دماغي من جوّايا يعني. بس ده كان موقف عامةً هو صعب، وعرفت من بعدها أنا مش بتاعة إن أنا أقف قدّام مجموعة وأقعد أتكلّم بالمايك والله وكل ده الحاجات دايمًا اللي دي. باقوله، في ناس بتبقى جامدة جدًا في المجال، بس ما بتعرفش توصّل المعلومة، ما بتعرفش تشرح، مش شرط إن أنت تكون شاطر جدًا في مجال معيّن تعرف توصّله للناس، أو تبقى مثلًا حد بيشرح، ومش شرط إن أنت تكون حد بيشرح فتكون جامد جدًا في المجال اللي أنت بتشرحه، حاجة يعني الدنيا مش ماشية كده، إمم، حاجة من الاتنين، يا إمّا أنت شاطر في مجالك بس ما بتعرفش تشرحه، ما بتعرفش توصّل المعلومة الناس، في حد بيبقى مثلًا حلو أوي في الشرح، لو قُلت له معلومة ممكن يوصّلها لك بطريقة كويسة أو يوصّلها لحد تاني بطريقة كويسة، بس هو متوسط شوية، ماشي، إمم، وإحنا شُفنا يعني أنا اللي خلّاني أتكلّم عن الموضوع ده أو خلّاني أقول النقطة دي، إن إحنا في الevents مثلًا اللي إحنا كنا بنروحها وبتاع، بتلاقي ناس جامدة جدًا، جامدة جدًا في مجالها، بُص بيطيروا بيطلّعوا نار من بُقّهم في المجال بتاعهم، بس هو إمم. بقى بيطلع الstage مثلًا يتكلّم، ما يعرفش يقول جملتين على بعض، فالناس تمِل، لأ، دي صعبة شوية. لأ، ما هو مش أي حد بصراحة ياخد المايك ويقف يتكلّم قدّام عدد كبير كده إمم.
وناس كتير ويتسأل ويجاوب والكل قاعد وسامعك والكلام ده كله، لأ مش أي حد يعمل كده. بس الحمد لله إن الحتّة دي أمّا اتكسرت عندي عشان وقت المناقشة كان المفروض إن أنا لو يعني كنا موزعين المهام إن الleader هتتكلم في الأول، لو اللجنة سألت على حاجة ليها علاقة بالmontage أنا اللي هاتكلم في أول إمم، واحدة. ولو حد ليه علاقة برضه بالتصوير لو سأل سؤال التصوير ففي واحد هيتكلم، بس لو كانوا سألوا على المونتاج أنا كان لازم آخد المايك وأتكلم. كنت أنا مدربة نفسي وهي قعدت بصراحة حتة تقول لي إيه لأ ما اهدي وما فيش أي حاجة واتكلمي بهدوء، لأن أنا لما بتكلم بسرعة لما ببقى متوترة بتكلم بسرعة فالكلام ساعات يدخل في بعض إمم. واتكلم بسرعة فمحدش يفهمني. ف... فهي كانت كذا مرة تقول لي إيه أنت هي النقطة تتظبط عندك بس تتكلمي بالراحة تتكلمي بهدوء. اهم. بس فأنا قعدت بقى أتدرّب على الموضوع ده كتير أوي، بس الحمد لله إن هُم ما علّقوش على حاجة ليها علاقة بالمونتاج، فما اتكلّمتش، بس كنت لأ، اللي هو خلاص أنا كان عندي استعداد أتكلّم، بس عامةً بعد موضوع المناقشة ده وأنا ما عنديش استعداد إن أنا أقف قدّام ناس برضه وأتكلّم تاني بصراحة، رغم إن إحنا بنعمل كده دلوقتي، بس أنا مش شايفة ناس، الناس ورا بقى، الناس لا بعيد الناس بتسمعنا بعيد، وبعيد. الناس بتسمعِك وبتقيّمِك وإن شاء الله يقولوا feedback ما يعلم به إلا ربنا عنِّك، إنما إحنا كويسين. أنا حاسة إن أنا باقول نقط ضعفي قدّام الناس وما ينفعش لأ الكلام ده، عادي إحنا تيجي اتفقنا إن نقصّها إحنا في إحنا الmontage. إحنا لأ ما نقصّهاش عيب، إحنا بنتكلّم بكل بساطة، بكل أريحية يعني آه، مش عايزين تكلُّف بكل عادي، مصداقية زيادة عن مصداقية زيادة اللزوم. عن اللزوم فعلًا. إحنا متأكدين إن طب إحنا أنتِ عايزين نعمل season تاني؟ والله بعد اللي إحنا عملناه ده كلّه ما بيتهيأ لي إن أعتقدش. خلاص يعني لأ خلاص مش هينفع الناس تبُص لنا تاني نظرة كويسة. على الله بقى. لا، لأ، يعني الحمد لله، الحمد لله. المهم إن إحنا خلّصنا الحلقة بتاعة النهارده عشان ما نطوّلش على الناس أكتر من كده وما لأ ما نقولش كفاية حاجات كده. أكتر من كده. إمم. آه. بس فأنا هاسيب لك المايك بقى تكمّل أنت النهاية ونقفل. أنتِ ما عندكيش أي حاجة تقوليها تاني خلاص كده، يعني والله بترميها أنا في أحب حجري يعني؟ أشكرك أحب أشكرك على المعلومات القيّمة جدًا، جدًا، جدًا أنت قُلتها النهارده. إمم، أنت سكت أنتِ كده ليه؟ بتطبّلي. أنتِ كده لا، بس. لا والله، كانت إمم، حلقة هو عامةً كل حلقة بيبقى فيها هزار كتير، وبيبقى فيها يعني إن إحنا بنتكلم على تجارب كتير، بس الحلقة دي كانت فيها عامةً معلومات أنا أحب أعرفها يعني هي مفيدة ليّا، وكنت حابة أعرف وجهة نظرك فيها، وحاجات برضه كان عندي فضول إن أنا أعرفها فعرفتها. فأتمنى إن الناس يعني أي حاجة عامةً لو كانت بسيطة في الحلقة لو كان كام دقيقة هي تفيدهم إن هم يعني يستفادوا منها يعني، بس كده. بس كده. وفي نهاية الحلقة دي زي ما هاجر قالت، أحب أقول لكم زي ما بنقول كل مرّة إحنا موجودين على اليوتيوب، موجودين على spotify، موجودين على جوجل بودكاست، أبل بودكاست، موجودين برضه على بوديو. موجودين باسم مشكِّل جرافيك، تقدر تدخل تبحث على أي منصة من المنصات دي باسم مشكِّل جرافيك بالعربي أو بالإنجليزي هتلاقينا موجودين، ممكن تعمل لنا follow أو subscribe أو أيًا كان يعني اللي موجود على أي منصة من دول. موجودين برضه على الفيسبوك باسم مشكِّل جرافيك بالعربي برضه وبالإنجليزي، تقدر تدخل تتابعنا. الpage في pin post عليها كده اسمه اسأل مشكِّل، تقدر تسأل السؤال اللي أنت عايزه، بنرُد عليك reel فيديو صغير، أو ممكن ناخد السؤال بتاعك لو هو طويل شوية ومحتاج مناقشة، ممكن نناقشه في حلقة من الحلقات، وممكن كمان تطلع معانا تناقش السؤال بتاعك ده، ونبتدي إن إحنا نتكلم فيه بطريقتنا بقى، بطريقة مشكِّل. ده اللي إحنا بنقوله كل مرّة، وهاجر بتسيب لي المايك. إحنا دي الحلقة التاسعة. كده إحنا خلّصنا الحلقة بتاعتنا بتاعة النهارده، أتمنى تكون عجبتكم، وأتمنى نكون ضيوف خفاف على قلبكم. هتشوفونا كتير الفترة اللي جاية من مشكِّل جرافيك.